ده تضحك على ايه؟ ضحكني معاك. تعالى ابقى توصى بيه وحياتك يا معلم. حكايات. لكن احنا بننزل الماتشات عشان كل مباراه نحصل على 3 نقاط، وانت فرق نقطتين، الفرق نقطتين كان ممكن تاخدهم النهارده. صحيح. لولا التحكيم ومجامله التحكيم. انا يعني هقول على الهوا، الحكم اللي ادار مباراه الاهلي النهارده لابد من احالته للتحقيق في مشهدين، مشهد ضربه الجزاء هو بعينه بغباوته وشكله العكر، ومشهد ان هو واخد سيد عبد الحفيظ في حضنه وصاحبه. تقدر تقول لي ردي يكون ايه على العشوائيات اللي انت بتقولها دي؟ فعلا؟ طبعا هو صاحبه. ما شفتها. ما ينفعش في كرة القدم ده. هو فين كلاتنبرج؟ هو كلاتنبرج هو سافر. هو حصل فعلا؟ ايوه، ما في مشهد ده موجود. ماشي، هو كلاتنبرج فين؟ ومين اللي بيدير لجنه الحكام؟ ومين اللي بيوزع الحكام؟ النهارده الحكم ده لازم يتحول للتحقيق على ضربه الجزاء المشكوك في صحتها. طب انا فعلا كده؟ والله كذاب. واحتسابه وقت اضافي وانتظار حتى الاهلي يتعادل، لما الاهلي ما تعادلش لغايه الدقيقه 97 اضطر يتدخل. انت وقعت ولا الهوى اللي رماك؟ ما ينفعش التحكيم ده. العداله يا كابتن خالد، انا اطالب بالعداله في الدوري. زي ما الزمالك بيكسب بعرقه، لا كمان ما ينفعش ان انا اجامل الاخرين. ولما انت جاحش لا مؤاخذه، انت بالكتير قوي تشتغل في البنسيم عشان لو ما بعتوش تاكله. انت ايه؟ جاموسه رابطينها في ساقيه عمال تلف وتدور.